مرحبا، يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين بالدنيا كلياتها. اليوم وصفتنا ميني بان كيك كتير طيبه وكتير لذيذه واقتصاديه ومكوناتها كلها من البيت. خليكم معي لنشوف كيف طبقناها خطوه بخطوه، بس لا تنسوا لي لايك يا حلوين. اللي عم تشوفني اول مره تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس مشان يوصلها كل جديد، فضلا وليس امرا. بتشرفوا وبتنوروا القناه حبيبات قلبي. نصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله نبدا. عندي هون معلقتين زيت كبيرة، زيت نباتي. عندي هون معلقة خميرة الخبز اللي هو الكمبودار. عندي هون 3 معالق سكر، وهون معلقة وسط فانيليا. عندي كاسة طحين منخولة، سعة الكاسة 200 ملي. عندي بيضة واحدة. عندي تقريبا نص كاسة حليب بودر، يعني هذا اللي انوجد عندي. عندك سائل حطي، وإذا بدك تضاعفي الكمية كمان حطي، يعني زيدي العيار عيارين. هلا خلينا نخفقهم. أول شي بحط البيضة، بيضة بحارات المطبخ أو البراد ما في مشكلة. بحط عليها رشة صغيرة ملح. الملح بيظبط لك النكهة اللي بالأكلة الحلو، مشان هيك بنضيف رشة ملح أي أكلة حلو بدنا نعملها. بنحط معلقة الفانيليا، معلقة وسط. بدي أحط 3 معالق سكر ممسوحين مسح. بتحب هلا بدي أضيف معلقتين كبار زيت. هي وحدة، هي تنتين. هلا بخفق منيح لحتى يصير لونه فاتح، يعني تخفقي شي 5 دقايق. إذا بدك أريح لإيدك حطيهم بالخلاط، بس أنا حبيت أعملها هيك، لا يعني متناول الأيدي، تكون اقتصادية وتكون كلها شغل إيد، يعني لا تعتازي خفاقة ولا تعتازي خلاط. وغراضة تقريبا من البيت كلياته، يعني ما بتكلفي بشي، ومنه هيك بتفرحي أولادك فيها. كتير كتير طيبة ولذيذة. شايفين لونه البيض شلون؟ بتضلي بتخفي ليصير لونه فاتح. هيك تمام. هلا بضيف كاسة الحليب. مثل ما قلت لكم أنا عندي حليب بودرة. بدك تضيفي حليب سائل ضيفي، يعني هي أحسن الحليب السائل كله شغال يعني، بس أنا اللي انوجد بالبيت حليب بودرة. هلا بضيف كاسة الطحين. كاسة الطحين 200 ملي، كاسة الحليب كمان 200 ملي. بحط معلقة وسط خميرة الخبز اللي هي كمبودر. هلا بخفق منيح لحتى على كلها تاخد بعضها. شوفوا حبيباتي، اعتازت شوية حليب، حطيت لها رديت ربع كاسة حليب، لأنه الطحين نوع عن نوع بيختلف، فطلع عندي الطحين كتير بيغيب حليب، فأنا ضفت ربع كاسة مشان يطلع عندي القوام تمام. يعني انتي شوفي، انتي يعني إذا شفتيه كتير سميك الخليط ضيفي شوية حليب أو مي ما في مشكلة. أنا ضفت رديت ربع كاسة حليب، يعني تقريبا أكلت معي كاسة حليب وكاسة طحين. شايفين القوام هيك بدي اياه، يعني لا كتير مري ولا كتير سميك. هلا هيك كافي، خلينا نروح نساويهم. بس قبل ما نساويهم بنفضيهم بعلبة اللي اشتريتها وورجيتكم اياها، قلت لكم الميني بان كيك، فهلا اجى وقت استخدامهم.
شايفين ما شاء الله طلعت بركة. شوفوا حبيباتي، شعلت الغاز على نار هادية، حطيت نقطتين زيت للمقلاية، أي مقلاية المهم ما تلزق. هلا بنمسح، بس أول مرة بتحطي الزيت، نمسح الزيتات هيك بهالشكل، نستنى المقلاية لتحمى شوي، نضيف لها البانكيك. تقريبا عندي حمية المقلاية، بلش نحط. بسم الله. هلا متى ما طلعت الفقاعات على وشها نقلبها للوش الثاني، يعني كل وش بياكل معنا تقريبا دقيقة. ليكوا شلون بلشت تطلع الفقاعات على وشها. هلا متى ما الداير نشف نقلبها مشان تستوي الوش الثاني كمان على دقيقة. شايفين الوش؟ هلا بنقلبها على الوش الثاني. هيك كافي. هلا بدي قيمهم حطهم على بشكيرة، أي بشكيرة نظيفة عندك حطيهم عشان ما بدي إياهم يعرقوا. شوفوا الوش الثاني، شايفين؟ شايفين دغري بتطلع فقاعات، طول ما المقلاية حامية دغري فورا بتصير. يعني هلا الداير هذا بس ينشاف بنقلبها. انتبهوا انتوا عم تساوون، يعني انا هالمرة طلعوا معي شوي غامقين، هدول بدي احاول ما غمقهم. شايفين نشف الداير، ضل عنا النص رطب، دغري بنحاول نقلبها. شايفين هدول طلعوا افتح من هدنك، يعني اقل من دقيقة كمان دغري بتصير. يعني بتاكل معك وقت، بتاكل معك شغل، وبتعمليها كتير طيبة ولذيذة، وولادك كل يوم رح يطلبوها منك، وغراضها من البيت، يعني مو مكلفة، كتير طيبة ولذيذة. هيك كافي. هلا بنقيمهم. يلا حكمل باقي الكمية ونرجع نزينهم سوا. هي عنا الميني بانكيك جاهزة. ليكوا الكمية اللي عملت اياها ما شاء الله، 3/4 كاسة حليب وكاسة طحين عملنا هالكمية. خلينا هلا نسكبهم ونزينهم. فيك انت تزينيها بالنوع اللي انت بتحبي. انا هون حطيت شوكولاتة سائلة، حطيت هون شوية عسل، يعني صحن بدي زينه بالعسل وصحن بالشوكولاتة. عندك فواكه زيني، عندك كريمة بتحبي الكريمة كمان زينيها، تحبي تاكليها هيك لحالها كمان كتير كتير طيبة. شوفوا شايفين ما أحلاها طالعة، شي بشهي. شفتوا ليش أنا ما حطيت كتير سكر بالخلطة؟ لأنه الشوكولاتة كتير فيها سكر، والعسل كمان فيه كتير سكر.
شايفين أكلتنا شو اقتصادية سهلة كتير لذيذة. فيك تزينيها بالكريمة، فيك تزينيها بالفواكه، فيك تاكليها هيك على حلة، كتير طيبة ولذيذة. بتمنى تكون عجبتكم، واكتبوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. وشكرا لتعليقاتكم الحلوة كمان اللي بتجنن مثل حكايتكم. الله يخلي لي اياكم، ووفقني ووفقكم ووفق الجميع يا رب. وبرحب بالمشتركين الجداد، بقول لهم يا ميت اهلا وسهلا فيهم، شرفوا ونوروا القناة، وان شاء الله تطلع القناة عند حسن ظنكم. ولا تنسوا لي اللايك يا حلوين. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله برعاية الله، وإلى اللقاء.